هو خامته غاليه وكمان كتيره، يعني محتاجه الوان كتير، قوالب سيليكون. لو انت هتعمليه اكسسوارات ماشي، لو هتعمليه صواني وكوسترز وكده ما انصحش بيه، لان انت هتعملي الحاجات الكبيره دي هتاخد ريزين كتير. هت كمان محتاج تكنيك، يعني انت لازم تستني تقل معين فيه، ولازم ما يبقاش فيه فقاعات هواء، وبتقعدي تشيليها بحاجات وبيلم تراب. يعني لو انت عملتي في جو مثلا في هواء هيدخل لك تراب فيه وشعر وحاجات كده، لازم تفضلي تبصي كل شويه لو في فقاعه طلعت، لو في حاجه شعر لزق، لو مش عارف ايه. بتستني تقل معين، لانك لو حطيتيه وهو سايل قوي بتخش الالوان كلها في بعض، وبيبقى شايب لبن كده ملوش اي معنى. لو استنيتي اكتر من الوقت اللي المفروض تستنيه بيجمد وبيسخن ومش عارف ايه. لو حطيتي كتير فوق بعض، يعني لو عملتي مثلا في كوبايه 200 مللي، يكون جيركن مثلا كبير عشان تعملي تصبي حاجه كبيره، فعملتيها في جيركن مثلا كبير، المفروض الوقت اللي تستنيه على اللي في كوبايه صغيره هيكون وقت طويل، لكن اللي في الجيركن ده هتلاقيه بيسخن بسرعه وبيتفاعل بسرعه، وهتستني وقت قليل. فتفاصيله كتير وغالبا يعني انت بتكوني متخيله ان الشكل هيطلع حاجه، وبتلاقي ان هو تكتشف ان هو طلع حاجه تانية خالص بعد ما ينشف. الالوان بتخش في بعض، بتندمج، مش عارف ايه، عايز ممارسه كتير قوي وغلطات كتير يعني اخدت فيه كورس وكان بمبلغ يعني، بس برضه حسيت ان انا لا، ما يعني لا، هو عايز ان انا اشتغل لازم اشتغل انا بايدي واعمل واغلط واشوف الحاجه اللي انا بشتغل بيها دي محتاجه وقت قد ايه. والصيف غير الشتاء، لو اشتغلت بيه في الصيف المفروض ان هو عايز درجه حراره عاليه شويه، فبينشف بسرعه وبيبقى كلير وجميل. لو اشتغلتي في الشتاء بيبقى مغبش كده وبينشفش بسرعه وكده. فيعني بيتاثر بعوامل كتير قوي وده غير بقى إن هو في الاخر سعر المنتج هيكون غالي يعني، وعشان تبيعيه يعني عايز حد بيقدر الموضوع وكده. فلا، مش انا بستخدمه بس ممكن ادي بيه طبقه تلميع للديكوباج ولا ايه، حمايه وتلميع. لو عايز تستخدميه كده قشطه يعني. ده غير ان هو برضه بيأثر على الجهاز التنفسي. انت ما بتبقيش حاسه بحاجه، انت ما بتبقيش شامه حاجه غالبا، ولا حاسه باي ضرر. بعدين بقى بتقعدي تشتغلي مش عارفه ايه كمان يوم ولا يومين تلاقي نفسك بتكحي، لو جالك اي دور برد بتلاقي نفسك تعبتي منه، تعبتي جامد يعني، قلب معاكي بحساسيه قويه. فلا بصراحه يعني انت زي ما بقول لك، لو عايز تستخدميه كتكوت كده على مثلا على الديكوباج، على الصينيه، بيدي فخامه وشيك وجميل، حاجه شفافه كده بس. فانت هتجيبي كيلو هيعمل لك مثلا 10 15 صينيه، ويبقى مديها يعني فخامه وكده، وتزودي مثلا على الصينيه مثلا 40 50 جنيه ولا حاجه. بس برضه هتحتاج شويه تولز يعني، خصوصا اللي هي الشمعه او الولاعه دي اللي هي بشبوري، سوري بشبوري ده. بس انا رايي يعني ما تدخليش نفسك في كذا حاجه فتشتتي نفسك، فتلاقيكي ولا عرفتي تعملي ده حلو، ولا تتقني ده ولا تتقني، يعني خليكي في حاجه واحده تتقنيها. يعني خدي منها كفايتك كده وظبطيها، بعدين بقى ايه، ابتدي شوفي الزياده وجربي حاجه تانية يعني. فعشان هتتشتتي هتلاقي نفسك في كذا حاجه عايز تجيبيها، كذا حاجه عايز تتعلميها، كذا حاجه عايز تتفرجي لها على فيديوهات، ووقتك كله مش عارفه تطبقي ايه ولا ايه، والمعلومات اتلخبطت في دماغك، مش هتظبط يعني. فالاحسن خليك في الديكوج يعني. انا ابتديت كده ديكوج، بعدين لقيت الريزن عجبني قوي قوي واتشدت وجبت حاجات وكنت موهومه بيه بقى، وقعدت عملته، وكانش في ساعتها حد بيعلم حاجه يعني، ما كانش لسه الموضوع انتشر خالص. قعدت بقى اعمل والخبط واعمل وبتاع، وهبتدت شويه كده. لما بقى اتاذيت منه كتير سبته بقى على جنب ورجعت تاني للديكوباج، وحبيت يعني ان انا افضل فيه اكتر يعني. وحتى الريزن حاجته عندي زي ما هي و... ويعني كذا مره اعمل حاجه هتشجع كده، اعمل حاجه تصدم فيه فوقفت بقى، قلت خليني يعني في الديكوباج، ايه ممكن الحاجه حتى